عصام ساتي يعتبر من افضل الرابر السودانيين على مستوى السودان والوطن العربي. عصام ساتي دايما بيحاول يمتع الجمهور زي ما قال نسيم شبال وقت الجبال الستة، واقف تحت شلال عامل القرن كسكتة يا في الراس خلال، في اليد اساور فضة، نحن الناس التقال مواليد مناطق الشدة. عصام ساتي دخل في بيفات كثيرة، اعظم بيف على مستوى التاريخ دخل فيه عصام ساتي بيف مع امين الهندي اللي دايما بيعمل له نغزات زي ما قال عصام ساتي ابو روحين طماع وطبعشين داير يحيى هسي ما داير يموت بعدين. جاء شيخ الطريقه قال له شنو؟ قال من اتولدت سان حقيقي ما لابس وشين، لا طمعت في حق الناس ولا احتجت دين. هو عزيزي المتابع ما تنسى انه عصام ساتي دايما عنده فلو فريد ومختلف عن كل الناس، فلو دايما بيدمر به البيت، فلو دايما بيكمل به كل الكلمات، الا انه عصام ساتي لما يجي يستخدم الفلو او البيت بيجي امير الهندي طوال يسرق منه حاجه زي ما قال عصام ساتي ما الا زاره عادي من نقفل جوجو. جاء امير الهندي قال له بنتوق نظيف مميزين في الكره. عصام ساتي دائما بيبهرنا بكلماته وحاجاته الظريفه، الا انه امير الهندي طوالي بيلقاه في المطب بيجي يسرق منه حاجه ما عارف ليه، وده اطلق البيت فري، فالا نجي نلقى انه في واحد سارق البيت وعامل به تراك. تمام، جاء عمل له تراك بالبيت وقال انا دائما بحب الملح. وجاء عزيزي المتابع اذا حبيت الراب السوداني والسين السوداني دي قناتك المناسبه، وما عليك الا تعمل الاشتراك وتفعل الجرس وتدينا لايك وتشير القناه وتحضر كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها على المستوى ده.